أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا. أمانة مفاجأة كبيرة جدا. الحوثي من 2014 لليوم يصيح محاصرين، نحن نجوع، الشعب اليمني محاصرين من كل شيء، برا وبحرا وجوا. اتضح ان الحوثي هو ذي محاصر الشرعية، مش الشرعية ذي محاصر الحوثي مش محاصر، الشرعية هي الذي محاصرة. الآن بس شفت تصريحات الدكتور رشاد العليمي استغربت. الحوثي محاصر الشرعية. الآن الدكتور رشاد العليمي قرر أنه يرد على الحوثي ويقول له احنا الآن بنصدر البترول. يعني الحوثي محاصرنا، محاصري حكومة الشرعية كاملة. الحوثي محاصر الدولة، الحوثي محاصر المواطن، محاصر الشعب، مش هو محاصر، هو محاصر وليس محاصر. هذه أول شيء. ثاني شيء أقول للدكتور رشاد العليمي ولحكومة الشرعية: الأوطان لا تتحرر من الدول الأخرى. ارجعوا اليمن، حرروا لنا بلادنا. هل أنتم كف يا دكتور رشاد؟ أنتم كل المسؤولين حق الشرعية، هل أنتم كف يعني قلوبكم قوية وعندكم شجاعة لتحرير اليمن؟ ما لكم أصبحت قلوبكم رهيفة هكذا؟ الحوثي يزبد ويرعد ويهدد ويشمت يعني وانتم أصبحتوا تتكلمون وأفواهكم ترتجف وأيديكم ترتجف عندما تكتبون حتى الكلمة. جلسة الفنادق خلت قلوبكم رهيفة. أنتم محتاجين تنزلوا الجبهات تتعسكروا من جديد، محتاجين تنزلوا تتعسكروا من جديد وتفتحسوا داخل الجبهات. الأوطان لا تتحرر من الفنادق، الأوطان لا تتحرر من الدول الأخرى. ما تتحررش اليمن وانتم بالفنادق من دولة لا دولة. ناس في عمان، ناس في السعودية، وناس في قطر، وناس في تركيا، وناس ما بتحرروش الوطن، ما بتحرروش من الفنادق من تحت المكيفات. مستحيل مستحيل مستحيل. إما أن تكونوا كفء وتكون لديكم الشجاعة، يكفي 12 سنة كفاية مهزلة. إما تكونوا أكفاء ولديكم الشجاعة الكاملة وترجعوا اليمن تحرروا بلادنا، تدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، أو استقيلوا، الشرف وأفضل لكم.